نفسي اعرف هو احنا مكتوب علينا يعني اللعيبه دي مكتوب علينا الهجمات اللي تحرق الدم. الماتش اللي فات قفشه حسين الشحات، والماتش ده اشرف بن شرقي. يا راجل ودي اهو جراديشار انفراد، ودي جراديشار انفراد. انت عايز ايه تاني عشان تلعب الراجل انفراد؟ ايه يعني عايز ايه تاني من الكوره؟ عايز ايه تاني من الكوره عشان تودي الراجل انفراد هنا وتبقى 2-1 وترجع تلعب كوره؟ حرفيا احنا فلوسنا حرام باللي بيحصل ده. احنا فلوسنا حرام. في حاجه مش طبيعيه في النادي الاهلي. مش ممكن سوء اداء الشوط الثاني احنا مش موجودين. الشوط الاول مسكنا كوره ولعبنا كوره، بعدين هتكسب بالميراس ازاي وهتكسب بورتو ازاي وانت الباك اليمين بتاعك محمد هاني والباك الشمال بتاعك يحيى عطيه الله؟ حد يرد عليا ويقنعني. محمد هاني تعالى اوريك هجمه كده في الشوط الثاني، كوره واحده في الشوط الثاني غير كوره الهدف طبعا. شوف الراجل هنا بيستلم الكوره فبيضيعها، بيلعبها وحش لاحمد رمضان بيكهام، واحمد رمضان بيكهام بيعدلها ويلعبها له تاني فياخدها تاني ويديها تاني لعيبه بالميراس. ده محمد هاني طول الماتش مش طول الشوط، طول الماتش بياخد الكوره يديها للعيب بالميراس، ياخد الكوره ويديها للعيب بالميراس ويترقص ويتاخد رايح ويتاخد يمين ويتاخد شمال، وحاجه في منتهى السوء. يا جدع انا غلطان ان انا شكرت فيك في يوم. حرفيا يا هاني انا غلطان. انت لا تستحق ان تكون باك يمين النادي الاهلي، او تستحق ان انت تلعب بقى قدام الكروم وبلديه المحله والزمالك والفرق التعبانه دي في الدوري. انما انت تروح مستوى عالمي وتلعب ضد فرق زي دي؟ لا، مش انت ولا يحيى عطيه الله. الراجل ده شوف كوره الجون الثاني، يعني الف ب كوره انت بتجري بسرعتك، يا اما عايز تعمل تاكلينج يبقى اعمل تاكلينج وزق الكوره، دي معروفه. مش عايز تعمل تاكلينج وانت شايف ان انت هتقدر تجري مع الراجل، تجري مع الراجل وتحط جسمك. اقل حاجه خالص اعمل فاول، اعمل فاول يا راجل زي ما تيجي. انما ايه اللي انت عملته؟ عمل اسوأ حاجه في الكوره، اسوأ. ولا فاول ولا زق الكوره ولا لعب الكوره ولا عمل اي حاجه، لا وصل الراجل ان هو يجيب الجون الثاني. لعيب في منتهى السوء. وانا عندي استفسار، هو اليو ديانج فين؟ ليه اليو ديانج مش موجود؟ ايه الفكره ان اليو ديانج مبقاش موجود في الاهلي؟ ايه الفكره في ظل سوء الاداء بتاع حمدي فتحي ان اليو ديانج مبقاش موجود في نص الملعب، مبقاش موجود حتى في الشوط الثاني؟ مين المسؤول عن القرارات دي؟ هل ريبيرو دوت قدر يفهم الفرقه كده؟ يلا ارجعوا بقى عشان نكسب الترسانه والكروم والزمالك والاسماعيلي والفرق التعبانه بتاعتنا، ويوم ما نعمل ابطال نروح نعمل ابطال على الترجي والوداد في افريقيا وخلاص على كده، ما نشوفش منكم اي حاجه تاني. اداء في منتهى السوء، خيبه امل كبيره جدا عند كل جمهور الاهلي النهارده. الواحد كان عنده امل كبير جدا ان احنا نقدر نعمل حاجه في البطوله دي ونقدر نكسب ونعدي. وماتش الشوط الاول انت كنت مستحوذ وبتلعب كوره، يعني ما كنتش بتوصل كتير للجون بس كنت بتلعب كوره، كنت تقدر تهدد مرمى بالميراس. ولكن للاسف كل شيء انتهى، كل شيء خلص. الحمد لله على كل شيء. سلام.